جيرونا يتصدر الدوري وريال مدريد يليه في المركز الثاني. اذا وصل لك هذا المقطع لا تبخل علينا من اللايك والاشتراك بالقناة حتى نستمر. جيرونا يقلب الطاولة على فياريال بعد تأخرها بهدف مقابل لا شيء بالشوط الاول. للحظة انا حسيت ان جيرونا طلع المان سيتي الجوا، ريال مدريد الجوا وقلب الطاولة 2-1 على فياريال بفضل اللاعب إيريك غارسيا اللي جابوه من المان سيتي حتى يخليهم بالقمة، واحنا جابونا جواو كانسيلو حتى نصير مركز ثالث. جهة اخرى ريال مدريد ينتصر بالثنائية مقابل لا شيء على لاس بالماس. من المفترض كان المباراة تنتهي 5 أو 6، لكن حارس لاس بالماس الفارو كان له رأي آخر وأراد أن يكون من أفضل 10 حراس بالعالم. يعني أنقذ 7 أو 8 محاولات. للحظة حس حاله نوير أو تيرشتيجن أو كورتوا أو بوفون أو عصام الحضري، ما تعرف. تحول مو حارس ضيم انقلب على ريال مدريد، تحول واخذ له مركز بين أفضل 10 حراس بالعالم قسم بالله. يعني أنقذ 7 أو 8 محاولات للريال وأكثرها أهداف محققة. يعني بس خوسوا 3 انفرادات أمام المرمى صدهن الحارس الفارو. للحظة حس حاله يعني أفضل حارس بالعالم. كارلو أنشيلوتي، يعني أنت يا كارلو أنت الأكثر لاعبين متألقين عندك إبراهيم دياز وخوسيلو. صح، إبراهيم دياز وخوسيلو ضيعوا فرص محققة أمام المرمى، 3 انفراديات لخوسيلو ضيعهن محققات، ونفس الشيء ينطبق على إبراهيم دياز، لكن بالأخير سجلوا. خليهم على مود يثبتون وجودهم. خرجت إبراهيم دياز بالدقيقة 49 ونزلت داني سيبايوس، وخرجت خوسيلو بالدقيقة 52 ونزلت فينيسيوس. أدري أنت فينيسيوس راجع من أصابة وداني سيبايوس راجع من أصابة. ذول لواعي بخليهم آخر 5 أو 10 دقائق، لين ذول لواعي ثابتين وجودهم ومن زمان بريال مدريد، فذول يعني ما يحتاج تنزلهم حتى يثبتون وجودهم. وتتخلي فينيسيوس اللي راجع من أصابة يلعب نص ساعة. يعني من بعد خروج خوسيلو وإبراهيم دياز ما شفنا الريال إلا بفرصة أو فرصتين. يعني قسم بالله يعني فينيسيوس ما يحتاج يثبت وجوده، فينيسيوس ثابت وجوده ومن زمان بريال مدريد وهو أهم لاعب بريال مدريد. ونفس الشيء ينطبق على داني سيبايوس، ثبت وجود اللاعب من العام، ثبت مكانه في التشكيلة الأساسية. يعني ما يحتاج انت تنزلهم في بداية الشوط الثاني، تنزلهم آخر 10 دقائق آخر 5 دقائق، يعني هم راجعين لواعيب من أصابة. وثاني شيء خلي الواعيب خوسيلو وإبراهيم دياز يثبتون وجودهم. بس نحكي شوية على ناتشو اللي تألق اليوم بشكل رائع. شفناه على الظهير الأيمن تألق، وشفناه من بعد إصابة دافيد ألابا بقلب الدفاع تألق. يعني انت يا أنشيلوتي هيش لاعب شلون تقعد على احتياط بلعبة أتلتيكو مدريد؟ والله ما أدري. وعن إصابة دافيد ألابا لحد الآن ما نعرف، بس اكو أخبار وصحف تقول انه ما راح يشارك بالكلاسيكو. ألف سلام للاعب دافيد ألابا ومع السلامة.